الست الغنية وهي راكبة عربيتها لمحت شحات بيجمع قمامة في الشارع، وشكله كان شبه أبوها اللي اختفى من 20 سنة. على طول نزلت من العربية ومشيت ناحيته، وقبل ما تسأله بطنها وجعتها فجأة. الشحات لما شافها كده اداها أكل. أول ما أكلت الذكريات كلها رجعت لها على طول. طلع الأكل ده هو نفس الأكل اللي أبوها كان بيعمله لها وهي صغيرة. عشان تتأكد أكتر مشيت ورا الشحات بهدوء لحد ما وصل لمكان تجميع القمامة. هناك سألته عن الأكل، فاعترف إنه هو اللي عمله، وقال كمان إن الأكلة دي كانت المفضلة لبنته وهي صغيرة. بس زمان حصلت مشكلة خلتهم يتفرقوا، وما كانش باقي غير سلسلة كذكرى. أول ما الست الغنية شافت السلسلة اتأكدت إنه فعلا أبوها اللي بتدور عليه بقالها سنين، وكانت على وشك إنها تقوله. لكن في اللحظة دي صاحب محطة القمامة طلب من الشحات إنه يحرك التروسيكل اللي كان قافل الطريق. الشحات خاف يضايق صاحبه فاخد التروسيكل ومشي. الست الغنية ما استحملتش تشوف أبوها عايش كده، فاتصلت بمساعدها وطلبت منه يلاقي شغل سهل لأبوها. المساعد جاب الشحات على فيلا، وشغله هناك إنه يهتم بالمكان، والمرتب الشهري كان 50,000 دولار. الشحات ما كانش مصدق نفسه من الفرحة ومش قادر يتكلم. بعد شوية المساعد عرف إن أصغر بنت للشحات داخلة على جواز، وقال الخبر للست الغنية. الست قررت ترد الجميل لأختها الصغيرة اللي كانت فاكرة إنها هي اللي مهتمة بأبوهم لوحدها طول 20 سنة، فأمرت المساعد إنه يبعت ناس يجهزوا مكان الفرح. لكن اللي ما كانتش تعرفه إن أختها الصغيرة كانت طول السنين دي بتعامل أبوهم وحش وبتتكسف منه عشان فقره، وأبوهم حتى ما تعزمش على فرحها.